على العين التانية هعمل معاكم رز بشعرية. هو سهل بس انا بديكم افكار. وبرضو في ناس والله مش بتعرف تظبطه قوي. انا عندي هنا الحله نزلت فيها بسمنه وزيت. بعد كده هضيف لها الشعريه لحد لما تاخد اللون الذهبي. ثواني كده، ما بتاخدش وقت خالص على النار. الشعريه طبعا مش بحطها وبسيبها. هشوح كده الرز مع الشعريه شويه كده، مش اقل من 3-4 دقايق على النار علشان يكون الرز مفلفل. يا ريت بقى لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا تدعموني باللايك والسبسكرايب، ويا ريت تدعموني باللايكات الكتير علشان الفيديو يرتفع ويوصل لعدد اكبر. هقلب كده الرز والشعريه على النار، وبعد كده هنزل عليهم بميه سخنه مغليه. الرز بشعريه بيحتاج ميه كتير شويه عن اي نوع رز تاني، يعني بتكون مغطياه بحوالي عقلتين صباع كده، او زي ما انتوا شايفين كده بنفس الشكل. هغطيها بقى على نار عاليه شويه لحد لما تغلي، وبعد كده هوطي عليها، وفي نفس الوقت بتابع الحله التانية. هنا الرز اتشرب خلاص.